مرحبا بكم في قناتنا قناة MF Today. 5 أسباب وراء زيادة الوزن في الشتاء. زيادة الوزن في الشتاء مشكل يعاني منها الشباب والفتيات كثيرا نتيجة الجوع الشديد التي ينتج عن برودة الطقس، ما يسببهم من إحباط. وزيادة الوزن في الشتاء يمكن التحكم فيها، ولكن للأسف اعتاد الكثير من الشباب والفتيات عليها، على الرغم من أن نزول الوزن في الشتاء يكون أسرع. هناك 5 أسباب وراء زيادة الوزن في الشتاء: تغير مستوى الهرمونات في الجسم، وانخفاض مستوى الإستروجين عند السيدات والتستوستيرون عند الرجال، وهذا ينعكس بزيادة على الوزن. الليل يكون طويل جدا في الشتاء، ما يجعلنا نتناول الطعام بشكل كبير بدون وعي. كما يقولون التوتر وقلة الحركة يسببان زيادة إفراز هرمون الأدرينالين، ما يجعلنا نتناول الطعام بشكل أكثر تقليلا حتى التوتر للتقليل من التوتر، وأيضا زيادة إفراز هرمون الميلاتونين نسبة 80% خلال الشتاء، وهذا الهرمون المسؤول عن النوم. برودة الطقس التي تجعل الجسم في حاجة مستمرة لطاقة كبيرة لمقاومة البرد، وهذه الأسباب تعتبر الأسباب الأساسية لزيادة الوزن أثناء الشتاء. ولكن هذا لا يعني صعوبة إنقاص الوزن في الشتاء، لأن الحل بسيط، وهو اتباع نظام غذائي صحي وتنظيم مواعيد الوجبات والنوم وممارسة الرياضة الخفيفة لضبط معدلات الحرق. أيضا هناك نصائح مهمة لإنقاص الوزن، وهناك 10 نصائح تغنينا عن اتباع أنظمة الرجيم المختلفة وتساعدنا في الحفاظ على الوزن منها. أولا، التعود على الطعام الصحي والحياة الصحية بشكل عام. عدم الحرمان من الطعام، ولكن ضبط المواعيد، وعدم تناول الطعام قبل النوم، شرب كميات وفيرة من الماء، عدم التركيز مع الآخرين من حيث فلان أنقص وزنه والآخر وات وزنه، فكل جسم له طبيعته الخاصة. الحركة الكثيرة وممارسة الرياضة يوميا، لأنها تحفز الجسم على حرق الدهون على مدار اليوم. تناول الفاكهة على شكلها وعدم تناولها كعصير. الإكثار من تناول الخضروات الطازجة. يجب وضع الطعام الصحي فقط في الثلاجة، والأهل عن تواجد الحلوى والمعجنات في المنزل حتى لا تضعف أمامها. عند الشعور بالجوع يجب حساب آخر وقت تناولنا فيه الطعام، فلو كان 5 ساعات فيجب تناول وجبة متكاملة العناصر، أما لو كانت المدة 3 ساعات يمكن شرب 2 كوب ماء. عند الشعور بالجوع يمكن تناول الخس وأيضا الكابوتشا وأيضا الخيار والفلفل والخضر والجرجير بأن أي كمية حتى الشعور بالشبع، وأيضا يمكن تناول الجزر ولكن بكميات معقولة. هذا كل ما دار وجال بخصوص هذا الموضوع. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على زر الجرس. قناتنا قناة MF Today.